السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنبدأ النهاردة يا سنة تالتة نشرح مع بعض قاعدة must و mustn't. must يعني يجب، يعني لازم تعمل الحاجة دي. أما mustn't يعني لا يجب. mustn't دي اختصار لإيه؟ must not، يعني دي مفروض تكون not. نيجي هنا للقاعدة بتاعتي، بتقولي إن أنا بيكون عندي أول حاجة الفاعل، بعدين أحط must، بعدين أحط الفعل في المصدر. يعني إيه الفعل في المصدر؟ يعني الفعل سادة كده مفهوش أي حاجة، مفهوش في آخره اس ولا ايدي ولا اي ان جي، مفهوش أي حاجة. الفعل ده اسمه مصدر الفعل. يبقى الفعل لما ما يكونش فيه أي حاجة بقول عليه الفعل في المصدر. يبقى must تحب الفعل اللي يجي وراها يكون فعل في المصدر. لازم نعرف القاعدة دي. وأول حاجة عندي عشان لما أجي أرتب بيكون الفاعل ممكن يبقى يو أنت، ممكن يكون أي ضمير. الفاعل ممكن يكون أي ضمير وممكن يكون اسم برضه، هنشوف دلوقتي. يبقى الفاعل ممكن يكون ضمير وقد يكون اسم. اي ضمير بقى عندي، اي ضمير انا عارفاه ضمير فاعل، he she they we you. هنا مستخدم you، يعني بيقول لي هنا you must follow the rules، يعني انت يجب ان انت تتبع الايه الرولز اللي هي القواعد. تاني حاجة هنا برضو الفاعل مستخدمه you. نركز هنا عشان الترتيب، اول حاجة الفاعل، بعدين must، بعدين الفعل في الايه في المصدر، عشان لما اجي ارتب اعرف ارتب. you must wear، يعني انت لازم ايه تلبس a helmet، خوذة. when هنا معناها عندما، when هنا جاية كأداة ربط معناها عندما. when riding a bike، لما تسوق ايه لما تسوق عجلة لازم تلبس خوذة. كده احنا شرحنا must. تعالى بقى معايا على الجملة المنفية. اللي فات ده اسمه الجملة المثبتة، must لما تكون في جملة مثبتة. دلوقتي هشرح لك must لما تكون في جملة منفية. الجملة المنفية بستخدم فيها mustn't، ونفس التركيب. أول حاجة هحط الفاعل، تاني حاجة mustn't، تالت حاجة مصدر الفعل. يعني نفس الترتيب اللي فات هو اللي هنا برضه. هنا بيقول لي you mustn't، أنت لا يجب، ضمير mustn't، بعدين عندي الفعل في المصدر. ركز أوي، الفعل في المصدر. you mustn't run in the street، لا ينبغي أو لا يجب إن أنت تجري في الشارع. تعالى معايا كده زي الشاطر تحل على ماست ومصنت. هكتبهم لك فوق هنا عشان تفتكرهم ويكونوا قدام عينك. اتفقنا إن أنا عندي ماست يعني إيه؟ ماست يعني يجب، ومصنت هنا لا يجب. واتفقنا إن هما الاتنين بيجي بعدهم الانفينيتيف، يعني الفعل في المصدر بدون أي إضافات. أول حاجة عندي مصنت، يبقى بعدها الفعل في الإيه؟ في المصدر. You mustn't walk on the grass، لا يجب أن تمشي على العشب. نيجي بقى على رقم 2، we must، نحن يجب. مصدر verb to be، عندي حاجة اسمها مصدر verb to be هيكون be. دي مش مصدر ودي كمان مش مصدر، يكون المصدر هنا be. طب معنى الجملة ايه؟ you must be quiet in the hospital، يعني لازم تكون quiet، هادي في المستشفى. رقم 3 بيقول لي we نقط talk in the library أو library. هنا هقول ايه؟ must ولا mustn't؟ انت مفروض تتكلم في المكتبة ولا مفروض ما تتكلمش؟ يجب ولا لا يجب؟ اكيد لا يجب. لا يجب ان انت تتكلم في المكتبة. يبقى معنى كده لازم ابص على الايه؟ على المعنى، معنى الجملة. لازم الجملة يكون معناها صح. رقم 4 you must نقط to your teachers. هنا عندي مصدر الفعل هيكون listen، مفهوش حاجة. اما هنا غلط عشان في اس، وهنا غلط برضو عشان في ing. انت يجب ان انت تستمع للمدرسين بتوعك. you must when the light is red. هنا برضو بيدور على مصدر الفعل. مصدر الفعل هنا stop، يجب ان انت تقف لما الاشارة تكون red يعني تكون حمراء. رقم 6 you نقط shout يعني يصرخ in the library. هل يجب ان انت تصرخ في المكتبة ولا لا يجب؟ لا يجب. you mustn't shout in the library، لا يجب ان انت تصرخ في المكتبة. يبقى انا بدور على المعنى. يبقى هنا اهتم بحاجتين، اهتم بالفعل في المصدر واهتم بمعنى الجملة. تعالى بقى نرتب الجمل دي مع بعض. هعمل لك هنا تركيب الجملة مفروض يكون عامل ازاي عشان تكون قدام عينك. اول حاجة بنحط الفاعل، واتفقنا ان الفاعل بيكون يا اما ضمير يا اما اسم، ودي اول حاجة.
تاني حاجة هحط يا إما must يا إما mustn't. تالت حاجة هتحطها هي مصدر الفعل، يعني هنشوف فعل ويكون في المصدر، ولازم طبعا الجملة يكون معناها صحيح. يبقى دي أول حاجة، دي تاني حاجة، دي تالت حاجة. تعالى كده. You mustn't eat too much candy. لا يجب ان انت تاكل حلوى كتير. رقم 2 هقول انت يجب ان انت تعمل الواجب بتاعك. اقولها ازاي؟ اول حاجة الفاعل you must do your homework. رقم 3 هقول لك you must be kind to your friends. يعني انت لازم تكون طيب مع اصدقائك. مصدر الفعل هنا كان be. مصدر الفعل كان be. you must be هنا مصدر الفعل كان be. you must be kind to your friends. لازم تكون طيب مع اصدقائك. رقم 4 we must بعدين مصدر الفعل. انا عندي هنا الفاعل اهو اللي هو we، بعدين must، بعدين مصدر الفعل. we must follow. احنا يجب ان احنا نتبع safety rules، قواعد الامان او السلامة. تعالى راجع كده معاك الترتيب والتركيب. هنا عندي we هي الفاعل، بعدين must، بعدين الفعل في الايه، في المصدر. we must follow safety rules. تعالوا هنا هنختار يا اما must يا اما mustn't. هنشوف طبعا اكيد الايه رقم 1 ايه، المعنى. معنى الجملة لازم أدي للجملة معنى صح. must يعني يجب، mustn't لا يجب. you not brush your teeth every day. بالنسبة لأسنانك هل يجب تغسلها ولا ما تغسلهاش؟ أكيد يجب، فنقول must. you not be kind to your friends. تكون طيب مع أصحابك أكيد must. رقم 3 بيقول لي you touch hot things. هل المفروض إن أنا ألمس الحاجات السخنة؟ أكيد لا يجب، لا يجب ان انا المسها عشان ما تحرقش. رقم 4 you not eat too much sugar. هل المفروض ان انا اكل سكر كتير؟ اكيد السكر unhealthy يعني غير صحي، فاكيد هقول mustn't. رقم 5 you not wear your seat belt in a car. بالنسبة للسيت بيلت اللي هو حزام الأمان، المفروض ألبسه في العربية ولا لأ؟ أكيد المفروض ألبسه، فهقول you must. كده نكون خلصنا شرح قاعدة must و mustn't. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.